مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في بث مباشر جديد. صحيح احنا الساعة 3 الفجر، ولكن احنا في ضيافة أسد العرب الحاج حيدر أبو جديد. بنرحب بيك يا حاج حيدر. يا مرحبا يا ابويا، يا مرحبا يا استاذ محمود، يا مرحبا. اتفضل يا حاج حيدر. الاول مساء الفل عليكم وعلى كل الدنيا. وبالنسبه للنجم عصام شعبان عبد الرحيم والفنان الصاعد محمد عادل، اللي حصل ده في السيده زينب جو فهموني، قالوا ده مقلب من مقالب رمضان. ينفع الكلام ده؟ يعني ينفع الكلام ده؟ سوى ده ولا ده؟ ينفع؟ ما تساكتوا يا جدعان عشان تعرفوا، عشان انا اقول لكم ما ينفعش، بس ما ينفعش. ايوه عشان انا اقول لكم محمد بيغني وبيمثل كمان. أيوة. صدقوني يعني ينفع. ينفع محمد هو بيمثل ينفع وهو بيغني، بس بصراحه هو ما كانش عارف نص الموضوع، بس في النص بعد ما انا غمست له عرف كل حاجه. يا جماعه وانت ايه يا عم؟ طب برضه كده، طب انت يعني، طب ما الناس قاعده تقول لك اعمل لنا مشهد، اعمل لنا مشهد. طبعا لازم نتشقلب طبعا يا خالد. يعني هو الموضوع يعني اللي بينكم ده مش اختلاف يا خالد، الموضوع كله يا نجم، اللي بينكم ده مش اختلاف يا عم. الموضوع كله كان عم عصام كان مفهمهوني. ايوه كنت مفهم ماشي، كل حاجه، بس قال لي ما تجيبش سيره لمحمد لغايه ما نشوف ايه الدنيا هتوصل احنا يا عم وهنجيب نحمد رجله الله معانا. سبحانه وتعالى ان هم اخوات وحبايب، وطلع ده مقلب من مقالب رمضان. ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله بقى هنعمل حاجات اقوى من كده باذن الله. وانت يا محمد عندك ايه بقى؟ ان شاء الله. انتوا اللي طيب. تقولوا بقى محمد بيعرف يمثل لا وفي حاجه كمان عشان نقولها صح، عشان الكل يقف مع محمد ويتعاطف مع محمد فعلا. محمد ما عندوش شقه، ما عندوش عربيه، ما عندوش اي حاجه. محمد غلبان، محمد عايز يعيش، عايز يعيش، بص بقى، عايز يعيش بص يا عم، وعايز يطلع صح، عم حيدر، يطلع صح. انا عاوز اقول لحضرتك انا بعمل برنامج. خلي الناس تتعاطف معاك، ما حدش تقول عندي وعندي وانت ما فيش. خلاص يا محمد، ده الكلام الصح ولا الغلط؟ مش وقت كلام يا محمد. عشان الناس محمد. تتعاطف معاك. بص الناس خلاص، تجمع سيب لك الحاج شغلانه، يتكلم، سيب الحاج الناس تجمع لك شغلانه، الناس تجمع لك صح. ان كان انت حد وزك او حاجه هكايه ولا قال لك ده صح، لا انت الناس تتعاطف معاك يا محمد. والله يا عم انت محمد عادل، سواء يا عم العادل ان شاء الله يبقى انت معاك. محمد انا عادل. عامل حسابي ان هو ليه دور معانا. انا وانت في البرنامج مع بعض. هو بقى فنان، ربنا يكرمه ويوسع عليه دلوقتي. ربنا هيديله وهيكرمه ويوسع عليه. احنا بقينا نشوفه كتير في الشيخ زايد يا يعني. خالد حته الشقه محمد ما راحش اشترى شقه. ما اعرفش بقى انا ثواني، بعد حكايه إذنك، الشقه أنا ماشي. حكايه الشقه. بعد اذنك بس افهمك. قول يا محمد حكايه قصه الشقه. الشقه دي، الشقه موجوده مش موجوده، بس حد اداها له هديه مدفوعه الاجر، مديها له 3 سنين مدفوعه الاجر. يعني خدها هديه هو مديها له. تمام، ماشي. لكن هو ما معيش فلوس ياخد يعني انت شقه. حضرته عارف. لا احنا ما نعرفش، عشان كده بنقول. بس هي القصة ما احنا دي. يا محمد ما نعرفش. ما انا بقول ليه، انا بقول كده نوضح يعني للناس. بوضح للناس عشان ما تتبنيش على حاجه. لكن اقول لك بقى الحاجات الحقيقيه اللي هتحصل. ايه بقى؟ الحاجات الحقيقيه اللي هتحصل ان احنا بنعمل برنامج صوت الغلابه، وهنبقى انا ومحمد مع بعض ان شاء الله بامر الله. انا مش هعمل البرنامج ده يا محمد من غيرك. لا بس اللي احنا وعمرو دياب الغلابه برضك موجود في البرنامج، هو معد البرنامج. هتطلعوني من البرنامج ولا ايه؟ انتوا هتاخدوا محمد وتطلعوني انا المنتج من البرنامج؟ لا انت المنتج بتاع البرنامج. ده انا المنتج. اهو الراجل ده البيكت. هم عمالين يتخانقوا وانا معايا الولاد بنسجل الاغنيه بتاعت برنامج صوت الغلابه. ماشي خلاص يا محمد انهي كده. فين؟ خلاص خلاص يا رجاله كله تمام. تمام. طب في حاجه يا محمد؟ في حاجه استاذنك يا عم عصام. استاذنك يا عم عصام. بعد اذنك يا حاج، بعد اذنك. عم عصام بس يغني لنا اغنيه. حبايب كلنا ولاد 9 بقى. بحب عم حيدر، بحب عم حيدر، بحبه كتير اصبح وامسي عليه عصام عبد الرحيم. عصام عبد الرحيم. عشان بحب ابويا وكمان زعلان عليا بس اغني وهسيبكم تقولوا ايه. بس خلاص، باي باي، يلا بقى. صوتي تعبان بس. ليلتكم جميلة جدا، ليلتكم جميلة. يلا اعمل باي للناس، يلا اعمل باي للناس. يلا يلا في البحر.